ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ دلوقتي هنعمل معمر وهتشوفوا المعمر دلوقتي واحنا بنقطع. يلا نعمل الطريقه بتاعه المعمر بتاعتنا. كده هندهن سمنه بلدي. هوريك المحشره اهي. ما عندكوش سمنه بلدي دهنوا زيت عادي، بس لازم تدهنوا ارضيه المحشره سمنه بلدي او زيت عشان يعمل قرار. دلوقتي بقى هنجيب الرز بتاعنا هنحطه اهو. كده احنا غسلنا الرز وصفناه وقمنا جايبينه اهو. دلوقتي حطينا الرز اهو. جبنا بقى السمنه البلدي، نحط لها معلقتين سمنه بلدي في الرز المعمر. هقول لك حط كله. نقوم بقى جايبين القشطه بتاعتنا اللي هي ايه، وش اللبن. عايزين تحطوا عليها علبه زبادي عادي اهو. نقوم مقلبين الرز بالقشطه بالسمنه كده بالطريقه دي. بجد المعمر طعمه تحفه وجميل. كلنا بنعمل معمر واحنا عارفين كل حاجه، بس كل واحد ليه طريقه. في ناس ما بتحطش قشطه على المعمر ولا زبادي ولا سمنه بلدي، في ناس بيحطوا اللبن بالرز كده. كده خلصنا اهي. نحط بقى اللبن بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف هاي كفايه كده. نحط الملح بقى ده كده. دلوقتي هنحط الملح كمان معلقه ملح، نقطه ملح صغيره بس، رشه ملح. دلوقتي هنحط 2 كيلو لبن يا حبايبي، يتحط عليهم كيلو ونص رز. ماشي، وزي ما انا بقول لكم كده. دلوقتي احنا حطينا اللبن، ما حطيتش ميه خالص، هو عقده كده ما فيش ميه. يعني انا ما حطيتش ميه، كله لبن، ما حطيتش ميه خالص. ماشي، دلوقتي هنحطه بقى في الفرن ونشوف النتيجه بتاعته. تعال بقى نشوف المعمر بعد ما خلصنا. الله، بسم الله ما شاء الله. كده خلصنا المعمر بتاعنا. قولوا لي ايه رايكم في التعليقات، وممكن تفعلوا الجرس يا حبايبي. يلا سلام.